يا ابوك ما رقدت 3 أيام بعد هالروع. هالقصة أمي صدق ومحدث عنها مطوع. هالقصة أمي بدت ويا ولد يسمى سلطان يموت على السيارات ودوم موتره خربان من جراج إلى جراج، وودي ساير السكراب يدور شيء لموتره، وهو يمشي ويا العامل البنغالي لقى موتر مثل موتره، بطل البونيت وتم يعاتشل القطعة اللي باها، وشوي ولا يسمع ليش قطبه صياحها تقول صياح ياهل. التفت صوبها ولا عيونها مسكرة بهدب. هل بالعجب والخوف ترك الشغلة اللي في يده وشر للعامل. العامل تحرطم ودبر عن سلطان وخلاه روحه. طلع ب100 رجال مخير، قال إلا شوف سالفته ما بروح. من تقرب وشاف عيون القطوة والخيوط والدنيا عرف ان الشغلة مو بعلاج ولا دواء، حد متبيهس ومعذب هالمسكينة. عاد قم يا سلطان وتصبر وساعد هالفقيرة. يوم سحب كل الخيوط ولا يشوف عيونها بعدها منتفخة شيطان تحت جهونها، لقى طال عمرك سوى هي سحر مكتوب في ورقة. شل الورقة وسار البيت، وتمي هو يفكر يقول الحين شو الدبرة. رمس مطوع الشعبية عن القصة، قال له مطوع تلاحق على عمرك ابويا وارقي نفسك وقص الورقة. عاد هو يقرأ قبل ما يطر الورقة شاف اسم مكتوب نويرة بنت حصيص. عاد الاسم تم هراسه، يفكر فيه ما يبات لما قال بتخبر عنه، لا بد ان هالاسم وراه شيء، وراد الله ان يحصل له رجال يبيع خبره. قال له البيت هذا عرفه وعرفه له، بتحصل في الشارع الفلاني في الفريج الفلاني. وما تشدر خبر سلطان، ساعته مرة روح وقبض رسته وسار على الوصف. وصل ولا يشوف لك مواتر مجتمعه عند هالبيت، قال اعوذ بالله شو عندهم؟ هو عزه وعرس. انا ابوه شو هالصدف هاي؟ ومن حظه انه لقى باكستاني. قال له شو عندهم العرب؟ قال ابشرك عندهم بنت ردت تشوف بعد ما اعتمت سنه كامله، واليوم مسوي لهم عزيمه اسلامتها. صخت بالدنيا سلطان، قال الحين لو دخلت عليهم وخبرتهم السالفه بيقولون ابوي انت مسوي السحر ويهم ابوي طوع. رد وخبر مطوع بالسالفه. عاد المطوع قم ويخبر اهلها، وطلعت البنيه مالته وقبل عرسها بشهرين اعتمت ولا عرفوا وش السبب، ودشت في حاله نفسيه وتعذر من هالريل. واهله قال ابوي احنا ما نبغي عميان، ولولا الله ومن ثم سلطان الله يعلم لي متى بتتم على هالحاله. العين والسحر امي حق، وحد من الخلوق ما يخاف الله ولا رسوله. اذكروا الله وارقوا نفسكم واذكروا واحتاطوا